اهلا اهلا. النهارده الفيديو بتاعنا بسيط ومختلف، ان شاء الله يعجبكم. انا متاكده هنعمل 3 صوصات حلوين جدا جدا بيتقدموا جنب البيك او المسحب او البروست عموما، او الفراخ المتحمره او المقليه. بصوا بقى، اول حاجه هنعمل صوص الرانش. عباره عن ايه؟ معلقتين من المايونيز، عليهم 4 معالق من الزبادي. ممكن زبادي يوناني، ممكن زبادي معمول في البيت براحتك. بقدونس فريش او مجفف المتوفر عندك، وشبت برضك مجفف او فريش. عود كده صغير يعني متقطع صغير قوي، رشة من الملح، رشة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من الخل. وبنقلب كل ده مع بعض، وده صوص الرانش وكده جاهز عندنا. صوص حلو جدا جدا بيرطب على المعدة، هو شبيه لصوص الزبادي كده او سلطة الزبادي. يعني لو انتوا بتاكلوا فراخ سبايسي فهو بيرطب على المعدة بتاعتكم كده، رطبوا على معدتكم بالصوص ده. تعالوا بقى نعمل صوص او الهاني صوص. ده بنحتاج له معلقتين من المستردة او اللي هي الخردل، عليهم معلقة كبيرة من العسل. زي ما شايفين كده انا استخدمت هنا العسالة او اي معلقة خشب، ما تستخدموش معدن هتتفاعل مع العسل. ومعلقة صغيرة من الخل، وكمان رشة من الملح. وهنا هنضيف بقى معلقة كبيرة كده من التومية. بديل التومية ممكن تحطوا معلقة من صوص الرانش ده، او ممكن تحطوا معلقة من الزبادي. عموما هيبقى اطعم كتير بصوص التومية، لان طبعا التومية محطوط فيها توم بقى وزبادي ونشا ومش عارفة ايه، فهو افضل طريقة له هتستطعموا بيه اكتر اكتر يعني هي صوص التومية. بنضيف كده معلقة على الصوص ده، وكده الهاني صوص متاح معاكم او كده هو مظبوط كده معاكم زي الفل. صوص التومية بقى انا ما عملتوش في الفيديو معاكم هنا، بس انا عاملاه قبل كده بالطريقة بتاعتي، طريقة مختلفة جدا وحلوة قوي قوي وبسيطة ومش مكلفة ابدا. هحط لكم اللينك ان شاء الله في الديسكريبشن بوكس، وكمان اثبته لكم في اول كومنت مثبت. كده معانا صوص الرانش والهاني صوص وكمان صوص التومية. جربوهم وان شاء الله يعجبكم جدا. استنوا بقى الفيديو الجاي هنشوف هنعمل فيه ايه. اشوفكم على خير في رعاية الله. مع الف سلامة.